حمزة عبد الكريم في برشلونة وماذا بعد؟ كل الناس انتقدت اداره الاهلي وازاي ان هي ما تسيبش حمزه عبد الكريم بسهوله لبرشلونه ونديهم فوق منهم 5 مليون دولار هديه من عندنا، واللي هو يا عم انت تبوس ايدك وش وضهر ان انت اصلا بتتعامل مع برشلونه. وما اعرفش ده انهي منطق وانهي مبدا موجود في الحياه عموما، لان الطبيعي اي نادي بيكون عنده لعيب كوره واي نادي تاني بيبقى عايزه بنقعد على الترابيزه ونتفاوض على كل التفاصيل اللي احنا عايزين نعمل فيها التعاقد ده، والمفاوضات في العموم بتبقى شغاله، انا ارفض حاجه وانت تقبل حاجه، والحاجات دي بتبقى شغاله في العموم. ففكره انت كاعلامي او ايا يكن انت مين عايز اللعيب ده يمشي مجاني، فدي حاجه اسمها جربعه لا مؤاخذه، لان الطبيعي اللي الاهلي عمله هو دور على اقصى استفاده ماديه ان هو يطلع بيها من ورا حمزه عبد الكريم. وعلى فكره الاهلي ما بيقفش في طريق اي حد يخرج لاوروبا نهائي، والله ولا حتى للخليج، لان ببساطه الاهلي ياما طلع لعيبه كتيره جدا تلعب في اوروبا، وفي جيل مقارب لجيل حمزه ده اصلا عمر سيد معوض اللي موجود في الاهلي حاليا كان طلع ريال بيتيس، ولما جات له الاصابه عمر سيد معوض رجع تاني على الاهلي وريال بيتيس فسخ عقده معاه، والاهلي استقبله واحتضنه، وعمر سيد معوض موجود في الملعب دلوقتي. والنموذج ده انا بتكلم عليه، ودول اصلا لعيبه لسه صغيرين، ده غير تاريخيا اللي ياما لعيبه خرجت من الاهلي على اوروبا، سواء كان عبد المنعم مؤخرا او احمد حجازي او رمضان صبحي او تريزيجيه او حسام غالي او غيره وغيره وغيره، واللي منهم مشي بالمناسبه والاهلي كان في امس الحاجه ليه وفي توقيت كان غلط جدا، والاهلي برده ما وقفش في طريقه ومشاه. فيا ريت الناس تهدى وتحط عقولهم في مخهم ويتكلموا بالعقل وبالمنطق، وزي ما هم باصين ان الاهلي بيحاول ان هو يكسب اي حاجه من الانديه دي، في نادي تاني موجود في مصر واسمه بيراميدز كان عنده لعيب اسمه ابراهيم عادل، بعد الاولمبيات جاله ختافي في الدوري الاسباني وبيراميدز رفض وقرر ان ابراهيم عادل يقعد في الفرقه علشان المقابل المادي ما كانش عاجب بيراميدز، والاعلام ما اتكلمش ولا جاب اي سيره، وانتهى المطاف ان ابراهيم عادل حاليا بيلعب في الجزيره الامارات. اي فرقه بتدور على حقها واي فرقه بتعمل اللي هي اصلا شايفاه صح، وانت لعيب ماضي على عقد فلازم تلتزم بالعقد ده. وفي النهايه والناتج الاخير حمزه عبد الكريم في برشلونه، والاهلي ما وقفش في طريقه نهائي زي ما الاهلي متعود ان هو بيعمل.